صلاة الصبح فيها 13 فائدة، تشوف بها وجه الله يوم القيامة، تضوي لك القبر من تجي داخل، تحوط لك على الوليدات والأهل ما يصرى لهم والو، تضمن بها الرزق، واللي يمسك يخلص فأنت في حمى الله سبحانه عز وجل. والكبيرة كاع شابة ما نطولوش ما تمسكش النار كاع يوم القيامة. وراه الدليل؟ الدليل ماشي الحديث تاع من صلى الفردين دخل الجنة، دخل الجنة قادر يدخل النار ويعاود يروح الجنة، لا، لن يلج رجل النار صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لن ما يفوت كاع على النار. اصحاب الصبح بشرى لكم، ما تحقروش الصبح، راكم في نعمة كبيرة، لكن الإلف هو اللي يقلع لك ذيك النعمة. الإلف توالف النعمة تولي تبان لك هذا اللي الصبح شافيه، لا 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 ماشي شافيه، الصبح راه غالي عند ربي عند مولانا سبحانه عز وجل. ولهذا كل ما نجي فيه نفتح هذه الأقواس تشجيعا لإخواننا، تنبيها لمن غفل عنها، وتثبيتا لأقدام من حافظ عليها. ثم يا إخوة الإيمان، يا أيها الناس دائما أنتم الفقراء إلى الله. هنا كيشوفوا الأنبياء صور من الافتقار. شو سيدنا موسى صاب زوج نساء